السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما في افضل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنعمل مع بعض النهارده مربى المشمش. طعمها لذيذ جدا وبجد احلى واطعم كتير من اللي بنشتريها من بره من الجاهزه. لايك وشير للفيديو الجميل خالص ده، ونسمي الله ونشوف الوصفه بتاعتنا الجميله. ومعايا كيلو من المشمش لما بنيجي نشتريه بننقي الحبايه اللي تكون صفرة، يعني نستبعد تماما الحبايه اللي تكون خضرة. ليه؟ لانها هتمرر معانا ومش هتبقى كويسه خالص. وكمان ننقي المشمش اللي يكون يعني مستطري شويه. لو الحبايه معاكي جامده وقاسيه وناشفه او يكون فيها بعض اخضر، نقدر ان احنا نسيبه بره ليله واحده وبس، وهو يبقى طري معانا وجميل جدا، وكمان هيصفر ويبقى زي الفل. المشمشه بنجيبها نغسلها كويس جدا وننضف المشمش بتاعنا خالص، وبننضفه بايدينا كويس جدا. تمام. بعد كده بنشيل النقع من جواه، ونبدا ان احنا نشيل الجزء الاسمر اللي موجود من فوق والجزء الصغير اللي بيكون موجود من تحت، وبكده بيكون معانا المشمش جاهز وتمام. وما شاء الله عايزه اقول لكم كان مسكر وجميل جدا. المشمش من الفاكهه الجميله خالص، وعايزه اقول لكم بقى كمان غني بالبوتاسيوم والحديد وكمان الفيتامين سي، فما شاء الله يعني كله فوائد وجميل خالص. وكمان عايزه اقول لكم ان هو بيتاكسد، يعني بيسود بسرعه جدا. لو احنا سيبناه لفتره طويله مثلا مفتوح، هتلاقي الحبايه اسمرت معاكي ومش تمام خالص. فهو عامل زي الموز، بيسود بسرعه جدا بسبب نسبه البوتاسيوم اللي موجوده فيه. بعد ما خلصت كميه المشمش بتاعتي كلها، هبدا هنا ان انا انزل عليها بالسكر. قد ايه مقدار السكر؟ كيلو الا ربع، 750 جرام. دي نسبة مظبوطة جدا وبيبقى كويس خالص معانا. عايزة اقول لكم بقى لو المشمش كان حادق او مزز بزيادة، يعني نقدر ان احنا نزود السكر بتاعنا لكيلو سكر، يعني نخلي على الكيلو المشمش كيلو سكر. تمام. هنا بعد ما قلبت كويس جدا السكر مع المشمش بالشكل ده، هغطيه بالبلاستيك راب. وافضل حاجة نعملها مع المربى ان احنا ندخله التلاجة ليلة كاملة. هيبدأ ينزل المية بتاعته والسكريات بتاعته، وهيبدأ يتفاعل مع السكر، فهيبقى كويس جدا ان شاء الله. لو مش عندك وقت تسيبيه ليلة كاملة في التلاجة، تقدري تسيبيه بس 5-6 ساعات، او ممكن انت تستخدميه في وقته على طول، بس تزودي نص كوباية من المية. لكن افضل حاجة للمربى ان احنا نسيبها بالطريقة دي ليلة كاملة مع الفاكهة، ويتفاعلوا مع السكر، وبتشايفين بقى بتنزل السائل بتاعها وبتبقى تمام. هنشوفه مع بعض دلوقتي ان شاء الله. وفي الحلة اللي انا هستخدمها، وهبدأ انزل بكمية المشمش وعليها بالسكر. زي ما احنا ما شايفين طبعا الطبقة بتاعة المشمش اللي كانت على الوجه دي اختلفت لونها شوية وغمقت، زي ما انا ما قلت لكم المشمش من الفاكهة اللي بتتأكسد بسرعة جدا وبتغير لونها. بننزل كل كمية السكر اللي موجودة معانا في البولة، لان ده مقدار ولازم نحافظ عليه كمان علشان تبقى مظبوطه معانا ان شاء الله وكويسه جدا. المربى حلوه جدا للاولاد في البيت، ما شاء الله ما بيستغنوش عنها تماما. بنستخدمها في تزيين التورت زي ما استخدمنا قبل كده، وكمان بنستخدمها في الدنش زي ما شفنا في بدايه الفيديو. فالصراحه مش بنستغنى عنها تماما. كمان نقدر نحشي بيها الكيك النايتي زي ما شفنا مع بعض قبل كده. واخدنا الحله بتاعتنا بالمشمش بالسكر اللي موجود فيها وعلى البوتاجاز. واول ما بننزلها على البوتاجاز زي ما احنا ما شايفين كده على نار عاليه، لمجرد ما تبدأ ان هي تغلي معانا، وهنشوف سوا المراحل بإذن الله. زي ما احنا ما شايفين بدأت ان هي تغلي، وكمان طلعت الرغاوة على الوجه بالشكل ده. في المرحلة دي هبدأ ان انا اعمل ايه؟ هشيل كل الرغاوة اللي بتتجمع معايا على الوجه تماما. وكمان هبدأ ان انا هدي النار خالص علشان خاطر ما تتلسعش مني وتبدأ ان هي تتحرق. لا طبعا لازم ان احنا نهدي خالص النار عليها وتستوي براحتها تماما. زي ما احنا ما شايفين كده بحاول ان انا الم كل الرغاوي اللي موجوده على الوجه. وده ليه؟ لان لو سيبناها هتاثر من عمر المربى بتاعتنا، وهتخلي مده صلاحيتها اقل كتير. يعني طبعا الريم اللي بتجمع ده لازم نشيله تماما علشان نحافظ على المربى بتاعتنا تقعد فتره اطول عندنا ومش تبوظ مننا نهائي. تمام يا حبايبي. طبعا المشمش بيجمع كميه رغاوي فظيعه. يعني عايزه اوريكم هنا مجرد بس ما خليت النار بتاعتي على الوسط بدات تعمل معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بلم كل اللي بيبقى على الوجه بيتجمع معايا بشيله تماما. شايفين بقى؟ عاوزه اقول لكم بقى انا كنت محتاجه مربى المشمش في وقت كنت محتاجه في تزيين تورته، واشتريته من بره. بجد والله ما عجبتنيش خالص، ما كانش ليها لا طعم ولا ريحه ولا اي حاجه. تمام. وكده بعد ما خدت وقتها شويه في التسويه، يعني تقريبا حوالي 10 دقايق، برضو نزلت بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وكمان كل ما يتجمع معايا اي رغاوة على الوجه بشيلها على طول. يعني ده طبعا زي ما قلنا علشان نحافظ على المربى بتاعتنا.
عملنا قبل كده مربى التين وكانت جميلة جدا، وان شاء الله المربى دي هتعجبكم خالص بإذن الله. بجد كان طعمه وريحة وكل حاجة جميلة فيها. واللايك الجميل بتاعكم يا أجمل وأحلى إخوات في الدنيا. ربنا يديمكم نعمة في حياتي وميحرمنيش منكم أبدا، وتسلم إيديكم مقدما يا حبايبي، وربنا يحسن ما بين إيديكم جميعا، اللهم آمين. وبكده المربى بقت تمام ووصلت للتسوية المظبوطة بتاعتها زي ما احنا ما شايفين كده. وكمان بقرب لكم الكاميرا علشان تشوفوا ما شاء الله قد هي جميلة جدا وحلوة خالص. في المرحلة دي هعمل ايه؟ هبدأ ان انا اجيب الهاند بلندر وافرمها. انا هنا مش هفرم كل الكمية، يعني مش عايزاها كلها تكون بيوريه، انا عايزة شوية تكون قطع وشوية تكون بيوريه وناعمة معايا زي اللي بنشتريها بالظبط. شايفين بقى ما شاء الله. طيب لو انت مش عندك الهاند بلندر تقدري ان انت تسيبيها لما تهدى شويه، وبعد كده في الخلاط تاخدي جزء منها وتسيبي الجزء التاني، تفرمي نص وتسيبي النص التاني. لو انت عايزاها كلها تكون بيوريه تمام مفيش مشكله خالص، تقدري تفرميها كلها على بعضها. شايفين بقى القوام بتاعها ما شاء الله كانت بجد تحفه جدا. هنا بوريكم ان القوام بتاعها رائع، ما تزودوش عن كده يا جماعه علشان ما تبقاش تقيله معاكم. والاضافه اللي انا ضفتها دلوقتي هي معلقه كبيره من جيلي المانجا. جيلي المانجا معاها طعمها حلو جدا. نقدر نستبدل ايه بدل جيلي المانجا؟ نقدر نستبدله بمعلقه من جيلي الاناناس. كويس خالص. الجيلي او المعلقه اللي احنا بنضيفها بتدي قوام حلو جدا للمربى بتاعتنا، بجد بتفرق كتير. وهنا طبعا ربع معلقه صغيره من ملح الليمون، وده علشان الماده الحافظه لو قعدت عندنا مش يجرى لها حاجه تماما. وطبعا نقدر نستبدلها بمعلقه كبيره من عصير الليمون. عايزه اقول لكم بقى لو انت مش حابه تغيري نكهه المربى المشمش وعايزاها تكون بنفس الطعم بتاعها، خلاص تقدري ان انت تضيفي معلقه صغيره من الجيلاتين البودر وتدوبيها في معلقتين من الميه وتبداي تضيفيها، وده بديل للجيلي اللي احنا ضفناه، يعني يا اما الجيلي يا اما الجيلاتين. عايزه اقول لك ان الجيلاتين ده ملوش اي طعم او ملهوش نكهه معينه خالص، هو بس مجرد عامل ربط رو زي بالظبط النشا. بس طبعا ما ينفعش خالص نضيف على المربى بتاعتنا النشا، لكن دي بنضيفها على المهلبيه. فالجيلاتين حلو جدا، بيخلي معانا قوام المربى تكون بجد تحفه جدا. كمان مش ينفع خالص نضيف عسل جلوكوز، ده بنضيفه على القمر الدين وبس. هنا بقى شايفين القوام، وعايزه اقول لكم ده بعد ما قعدت كمان، يعني انا اخدت حوالي ربع ساعه او نص ساعه. كانت بردت اساسا معايا، وكانت المروحه كمان متصدره فيها، فما شاء الله شايفين القوام بجد كانت تحفه جدا. جربوها تعجبكم خالص باذن الله. تنفع بقى مع السندوتشات، تنفع مع التوست، المصايف، احنا داخلين على المصايف فتنفع جدا بدل ما نشتريها من بره، وكمان ضامنين جدا انها حاجه نظيفه وتمام. البرطمانات مغسوله كويس جدا ومتعقمه ازاي؟ بنشغل الفرن بتاعنا وندخلها جواها، بيكون الفرن دافي لكن قافلين النار تماما، وبنسيبهم لما يتعقموا كويس جدا ويتجففوا جوه الفرن او على النار، مفيش مشكله تماما. اتمنى يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. بشكركم جدا وبحبكم جدا في الله. ما تنسونيش حبايبي باللايك والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم.